راديو القاهرة اليوم، معك كل يوم. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذيك بالعربي. اليوم بدنا نحكي عن شوية كلمات واختلاف اللهجات ما بين الشامي والمصري. كريم بده يسألني عن شوية كلمات وأنا للأسف مضطرة أجاوبه. تفضل. طبعا احنا اول حاجة هبدأ بيها كلمة ايس كريم. بتقال عندكم ازاي؟ بوزة. ماشي. احنا احيانا كانت زمان كان في ناس بتقول عليها جيلاتي، وطبعا هو الاسم متداول ايس كريم. في ناس بتقول عليها دولسي، ليها مسميات كتير. انتوا عندكم مسميات كتير ليها جدا. بوزة ايس كريم، بس يعني ايس كريم مش كتير متداول. بوزة هو اكثر شيء. طيب احنا عندنا بنقول على الست ست، او ممكن لو جوزها بيحب يدلعها شويه يقول لها يا وليه. لو يدلعها يا ولا يا وليه. يعني احيانا انتوا بيقولوا عندهم بيقولوها عندكم ازاي؟ مرة. لا طب لو حاجه شبيهه للوليه. مرة. انت برضو. عارف انه المرة ممكن تتحكى عنها باكثر من معنى. يعني ممكن احكي هي مرة يعني ب100 راجل. يعني لا يعني بطل بقى وشبح والشغلات طيب المعاكسات بخصوص بقى الشغلات والمعاكسات دي احنا لا عندنا المعاكسات مش يوم هاليوم. احنا عندنا لما بعض الشباب بيشوفوا بنت حلوه ولا حاجه يقولوا هوبا بطل. احيانا مكنه، ممكن ملبن. انتوا عندكم بيعكسوا ازاي بقى؟ بيعكسوكوا ازاي؟ لا يا حلو يا جميل يا قمر يا بتجنن. بس كده؟ ايه مفيش سنس يعني خالص؟ لا احنا عندنا يعني في وصف حلويات وفي حيوانات في الموضوع لا خلي بالك في كرييتيف في الموضوع. اشباح وفي اسود ايوه بالظبط يعني موضوع كبير. طيب خلينا نخش على اللي بعديها. سمعت ان كلمة مناديل عندكم يعني بتتنطق بشكل تاني خالص او معنى تاني. مناديل هي التيشو محارم. اسمها محارم. اسمها محارم. تمام. طيب محارم هاي بمصر تقريبا ليها معنى ثاني صح؟ ومش مهم منه. اوكي. تلاجة. براد. طب والفريزر ولا هما الاثنين براد؟ براد برضو. طيب متبهدل او مش متظبط يعني او ان احنا في عندنا كلمه بتعبر عن الثنتين. ايه هما؟ يعني انا ممكن اقول لك ليش هيك شكلك مأنشح. دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ مأنشح يعني شكلك مبهدل، شكلك مكركب، او مثلا ممكن تتحكى. لا مو عليك انت بتجنن. او مثلا على الشخص البخيل بتنحكى مأنشح. لا والله. ايه. طب ولبن؟ حليب. ان احنا عندنا اللبن هذا اللي بيتاكل اللي هو ايه اللبن اللي بيتاكل ده؟ الزبادي عندك. لا والله. يعني احنا عندنا الزبادي انتوا بتقولوا عليه لبن؟ إيه. لا والله. لكن اللبن هو حليب، يعني هو حتى في اللغة العربية حليب. طيب بتقولوا ايه على الشخصية اللي بتعيط كتير؟ العيوطة. احنا بنسميها عيوطة. بكاي. بيبكي. طيب ولما اكون عاوز انادي لحد فاحنا هنا بنقول ناديله. نحن بنحكي عيط له. يعني الاثنين بيعيطوا ما شاء الله. ما هو اللي بيعيط بيبكي. يعني بيصرخ صح؟ معلش. انا عندك اللي بيعيط هو اللي بيبكي عندي. يعني اللي بيبكي هذا اللي بيبكي دموع بكي. لكن انت بتسميه بيعيط. طيب. لكن عيط على كريم، يعني نادي لي كريم، عيط له لكريم، نادي على كريم. طب دولاب خزانة ماشي. طماطم بندورة. دي احلى حاجة بصراحة بتقولوها بشكل جميل. بندورة. طيب خلينا نقول ازيك، شلونك، كيفك، شو اخبارك. هي دي مش خارجي؟ لا شلونك شامي. طب مثلا لو قلنا عاوزك في موضوع او عايزك في موضوع. كريم بدي اياك في شغله. طيب بصي بقى حاجه بعيد بقى عن القصه دي خالص. شبشب يعني شحاطه. طيب لو قلنا مثلا كوتشي. خفافه. شحاطه وخفافه. امال الجزمه يعني ايه؟
كندرة. ده انا سمعتها قبل كده، حد كان بيشتم حد كان بيقول له كندرة. يا تمام. شيشي كندرة. طيب الشكشوكة؟ جوز موز. ايه؟ جوز موز. جوز موز؟ يس. انتوا هذا البيض اللي عليه بندورة. ده البيض اللي عليه بندورة بنسميه جوز موز. شكشوكة. انا كده كل الكلمات عندي خلصت. وانا كمان كلماتي خلصت. واستنونا في حلقة جديدة من برنامجكم ركب العربي مع كريم المصري وهنا راشد. باي باي. راديو القاهرة اليوم، معك كل يوم.